في واحد دايما حاسس إن الدنيا واقفة قصاده، كل ما يحاول يلاقي في حاجة وقفته. دايما بيسأل نفسه، هو أنا ليه كل حاجة حلوة بتمشي من غير ما تكمل؟ وكل ما يحاول يمسكها تبعد عنه. ليالي وأيام كتير نام وهو قلبه مكسور، حاسس إن ملهوش حظ في الدنيا، محدش حاسس بيه، وإن ربنا دايما نسيه. أكتر حاجة بتوجع لما تحس إنك لوحدك، بس الحقيقة ربنا دايما معاك ومش نسيه. وبعد وقت هتعرف إن كل حاجة ضاعت منك ربنا كان بيعوضها بحاجة أجمل، بس أنت يمكن مش شايفها دلوقتي. وإن الحلم المتأخر لما جه في الوقت اللي أنت كنت فعلا محتاجه. ربنا دايما شايف أبعد بكتير من اللي أنت شايفه، وكل اللي بيحصل معاك ورا ترتيب وحكمة. يمكن دلوقتي أنت تايه ومش عارف أنت عايز إيه، بس ربنا عارف وعالم باللي أنت محتاجه أكتر من نفسك. حياتك هتتغير لما تبطل تستعجل وتقارن نفسك باللي حواليك، ولما يبقى عندك إيمان قوي إن كل تأخير ورا خير. فما تستعجلش رزقك، لأن رزقك عارف الطريق ليك، وانت مش مطلوب منك تعمل المستحيل. على فكرة انت مطلوب منك تعمل المتاح، وربنا هو اللي هيعمل اللي مش متاح. فما تخافش وما تخليش الشك يعطلك ولا يهزك. انت مش لوحدك، انت معاك رب كبير بيدبر لك حياتك. وفي يوم هتبص وراك على كل الحاجات اللي عديت بيها وكنت فاكر انها النهاية، وهتبتسم وهتقول سبحانك يا رب، كان كله خير. فاطمن وسيبها على ربنا، لأن كل وجع مهما طال بعده راحة، وكل خسارة بعدها عوض أجمل، وكل انتظار بعده جبر وفرحة. فاطمن.